في واحد بيحكي ويقول: كنت بكلم بنت على الفيس من فترة، شياكة وذوق وأسلوبها نظيف، وبترد ردود تخليك تحترمها من أول كلمة. فضلت فترة مقتنع إن دي واحدة من الناس اللي لسه محافظين على شوية قيم في الدنيا دي، وقلت لنفسي ليه لأ، يمكن تكون هي. دخلت على البروفايل بتاعها، مفيش صور غير صورة وردة، والبايو مكتوب فيه: مش فاضية لقلة الأدب. أنا من ساعتها وقفت عند الجملة دي وقلت لنفسي: تمام، البنت دي حدودها واضحة ودي حاجة تحترم. وبعد كذا يوم وأنا ماشي في الشارع شفتها بالصدفة. أيوة هي، نفس الاسم ونفس الكلام اللي كانت بتقوله عن المكان اللي ساكنة فيه. لقيتها واقفة بتضحك بصوت عالي مع واحد وماسكة سيجارة ولابسة لبس ما يتقالش عليه غير مفاجأة في نص اليوم. استغربت، مش عشان بتضحك ولا بتمشي مع حد، أنا استغربت من الفرق بين اللي كانت بتكتبه واللي كانت بتعيشه. رجعت بيتي ساعتها، فتحت الفيس، دخلت على شاتنا وكتبت لها: انت مش فاضية لقلة الأدب؟ ولا هو البايو بس اللي مهدب؟ وساعتها عملت لي بلوك. وأنا ما كنتش زعلان، أنا كنت حزين على فكرة الوهم اللي كنت فاكره حقيقة. انت شايف البايو بيعبر عن الشخص ولا كله شو؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، ودوس لايك لو حاسس انك اتخدعت قبل كده، وما تنساش تشترك عشان الحكايات لسه كتير.